كتير مننا كأمهات بنسأل هل ابني ذكي؟ طب إزاي أنمي قدراته؟ هل لازم أجيب له ألعاب غالية أو أدخله كورسات كتير؟ الحقيقة إن تطوير قدرات الطفل مش محتاجة فلوس كتير، لكن محتاجة فهم صحيح لطبيعة الطفل وطريقة التعامل معاه. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن خطوات عملية تساعدك تكتشفي قدرات طفلك وتنميها بطريقة صح. أول حاجة افهمي إن كل طفل له قدرات مختلفة، مش كل الأطفال شاطرين في نفس الحاجة. في طفل لغوي وفي طفل حركي وطفل اجتماعي وطفل فني. مثال بسيط: طفل بيحب الحكايات والكلام، دي قدرات لغوية. في طفل بيحب الفك والتركيب والمكعبات، دي قدرات منطقية. طفل بيحب الحركة والرياضة، دي عنده قدرة حركية. الغلط الكبير بقى إن إحنا نقارن طفلنا بغيره. الصح إن إحنا ما نقارنش الطفل إلا بنفسه وتطوره مع الوقت. الملاحظة هي مفتاح اكتشاف قدرات الطفل. دايما عينك على طفلك واسألي نفسك بيحب يلعب بيه، بيقضي وقته فيه، بيتعلم بسرعة فيه. اهتمام الطفل بداية اكتشاف موهبته. وفري بيئة تساعده يتعلم، مش شرط ألعاب غالية، لكن لازم فرص للتجربة. يعني مثال بسيط: في البيت ورق وألوان ورسم، مكعبات للبناء، قصص للقراءة، أنشطة حركية، أسئلة ونقاشات. الطفل بيتعلم من البيئة اللي حواليه. رابعا، امدحي الجهد مش النتيجة. بدل ما تقولي أنت شاطر لأنك جبت درجة عالية، قولي أنا فخورة بتعبك ومحاولتك. ده بيخلي الطفل يحب التعلم، ما يخافش من الخطأ ويستمر في المحاولة. خامسا، خلي طفلك يجرب حاجات مختلفة. لما الطفل يجرب حاجات مختلفة هيعرف قدراته، سواء كانت رياضية أو رسم أو قراءة أو حفظ في القرآن أو أنشطة يدوية أو ألعاب تركيب وفك أو ألعاب تفكير. بعد فترة هتلاحظي إن في حاجة بيتميز فيها. سادسا، تجنبي الأخطاء الشائعة زي الضغط الزائد والمقارنة بين الأطفال الآخرين، الحماية الزائدة، التوقعات العالية جدا. كل ده بتقلل من قدرات الطفل بدل ما بتنميها. أهم 3 أشياء بتطور قدرات أي طفل: الحب والدعم والوقت اللي بنقضيه معاه، الفرص للتجربة. عايزة أقولك إن الأم الواعية أهم بكتير من الأدوات، وهي أهم عامل في الموضوع. في النهاية أحب أقولك إن تطوير قدرات طفلك مش سباق ولا لازم يكون عبقري. الأهم إنه يكتشف نفسه ويحب التعلم ويثق في قدراته.